في الكورة راهن على الأهلي تلقى الرهان كسبان. فريق كبير وفريق عظيم ودايما جمهوره معاه فرحان. ادى العيدية للرجوية وكسبهم 2-0 بأداء وحماسة ورجولية، وقدر يحط رجليه الاتنين في نصف نهائي الدورة الأفريقية. والزمالك بيعلنها بكل حماسة. مرتضى منصور من النهاردة مفيش وزير ومفيش يافطة هتتحط للوزير، وكمان شطب العضوية وجاهز للحرب وجاهز لأي مشاكل مع معالي الوزير. ووائل جمعة والشريف بيقهروا الحكم المتآمر على الأهلي بعد الإثبات بالحقائق وبالدلائل إنه كان عايز يخسر الأهلي. لكن الأهلي كبير والأهلي عظيم وسيظل سيد القارة وكبرها بالبطولات والإنجازات وليست بالمحسوبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. كل سنة وحضراتكم طيبين ويا رب دايما تكونوا بصحة وفي خير وفي سعادة. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقبل ما نخش في موضوعنا خليك فاعل خير واعمل لايك واعمل شير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يلا يا ابو الصحاب اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، امبارح كان لقاء مهم في دوري ابطال افريقيا، الاهلي والرجاء، بطولة خاصة ما بين الاتنين. ماتش بالنسبة للرجاوية هو ماتش الصقر بعد ما كان النادي الاهلي اقصاهم السنة اللي فاتت وكانوا جايين وعايزين ياخدوا الطار، وعشان كده بدأوا اللقاء بحماسة وشجاعة وبدأوا يضغطوا النادي الاهلي وكانوا قريبين جدا ان هم يحرزوا اهداف، الا ان الشناوي الأصل أحسن جون في مصر كان واقف راجل في الملعب وحافظ على عرينه وخلى شباكه عذراء، والحد محمد عبد المنعم المتألق كالعادة يحرز الهدف الأول. ما هو عبد المنعم مدافع هداف بيلعب براسه وكأنه جمال عبد الحميد في عزه عشان يتقدم النادي الأهلي بالهدف الأول وينهي الشوط الأول بالفوز لصالحه. لكن الرجاوية كان عندهم رأي تاني في الشوط التاني اللي كانوا بيهاجموا عشان يضغطوا النادي الأهلي. فجأة ما لقيناش نادي الرجاء وكمان النادي الأهلي تراجع عشان يحافظ على الهدف، فلقينا الشوط التاني ممل إلى حد ما، لحد ما جه النادي الأهلي وقال لهم لا بقى، طالما مش عايزين تهاجموا أهاجم أنا وهجيب أهداف أنا وانهيها من هنا، لحد ما بيرسي تاو المتألق كالعادة يعمل ثرو، ولا أروع ولا أعظم ولا أجمل من ده ثرو لحمدي فتحي اللي اعتاد إنه يكون هداف، ما بقاش لاعب ارتكاز قد ما هو مهاجم صريح وقناص بتحركه اللي دايما بيعمله ويخطف كل المدافعين زي ما جاب في بيراميدز والزمالك، بنفس الطريقة يسجل في الرجاء عشان تبقى ثنائية مستحقة للنادي الأهلي ينهي بها لقاء الذهاب ويطمن كل الجماهير العريضة الأهلوية من لقاء العودة. وأيا كان قوة الرجاء فالأهلي جاهز، والأهلي دايما لا تأمن غدره، والنادي الأهلي كما يقال عنه الأهلي بمن حضر. يلعب مروان عطية مفيش مشكلة، يلعب القندوسي زي بعضه، إلي ديانج يبدأ اللقاء، حمدي فتحي ينزل، علي معلول موجود، علي مش موجود. الأهلي فريق كبير وقادر على الانتصار، ودايما كالعادة بيسعد جمهوره اللي بيقول دايما فريق كبير فريق عظيم اديله عمري وبرضه قليل، وعندهم حق، ما اللعيبة دي بتسعدهم دايما. الا ان الحكم كان تحس انه متآمر، وكل الشكوك اللي كانت عند الجماهير المصرية من الحكم السوداني كان بيأكدها في ارض الملعب، بيحجم الماتش، فاولات ما بيحسبهاش للنادي الاهلي، انذارات للرجاء بيتغاضى
يتغاضى عنها مع شك واضح لضرب الجزاء للنادي الاهلي اتكلم عنها وائل جمعة وكمان الشريف في قناة البين سبورت، واكدوا انها ضرب الجزاء، الا ان ربك كريم ورفض ان الجمهور يروح حزين. و52 الف مشجع كانوا بيزلزلوا استاد القاهرة خرجوا اعلنوا الافراح في فرحة وانتصار للنادي الاهلي كبير افريقيا. اما بقى بالنسبة للزمالك اللي اعتاد على المشاكل، وبقى عندنا ميدو مشاكل اللي موجود دايما مرتضى بيه اللي بيثبت كل يوم ان ما يقدرش يعيش من غير مشكلة. مرتضى باشا منصور اللي خد حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك، ومعالي الوزير اللي بعت جواب بتنفيذ الحكم. مرتضى منصور يسكت؟ لا ما اسكتش يا عم، اسكت لا ما اسكتش. طب عمل ايه مرتضى باشا منصور؟ خد قرار فوري وسريع، قرار حاسم هيغير في مصير نادي الزمالك. نادي الزمالك يا اخوانا ماشي على الطريق الصحيح، خلاص هيرجع عصر البطولات وعصر الانجازات. مرتضى خد القرار الصحيح في الوقت المناسب. مرتضى منصور شال اسم اشرف صبحي معالي الوزير من على يافطة مجمع الصالات بنادي الزمالك. ايوه هو ده القرار الصحيح، هو ده اللي كنا محتاجينه، هو ده اللي هيوقف الفرقة على رجليها وهيدي الحماسة ويخلوهم رجالة في ارضية الملعب، هو ده اللي هيرجع الانتصارات. شلنا اسم اشرف صبحي من ملعب الصالات. الله 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 عليك يا معالم مستشار وعلى القرارات النارية. ايه يا حبيبي الحلاوة دي؟ بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اوعوا تحسدونا يا اهلاوية، عندنا ادارة 100. مش بس كده، ده بيشطب عضوية معالي الوزير أشرف صبحي، وقال إنه كان عنده مخالفة من أيام كمال درويش، يعني من 23 سنة. لسه جايين نفتكر يا معالم مستشار إن في مخالفة من أيام كمال درويش. ويا ترى سيادتك فوجئت بالمخالفة دي ولا دي حجة جديدة لصنع مشاكل جديدة داخل نادي الزمالك؟ إحنا كل اللي بنتمناه الهدوء. تريسوا. ما هو ما ينفعش كده يا معالم مستشار. يافطة ايه وحديقة ايه واسم ايه وشطب ايه اللي النادي بيفكر فيه في ظل ان النادي بينهار. ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. ويلا يا ابو الصحاب ادعم اخوك باللايك وادعم اخوك بالاشتراك وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.